الضيف ديالنا اليوم هو سفيان واحد الانسان ظريف بزاف. الا طلبتي منه شي حاجه غالبا ما غيردهاش في وجهك، بالطيبوبه اللي فيه يمكن يحيدها من راسو ويعطيها لك. المهم كون هاني، ما غاديش يخسر لك الخاطر، واخا يكون ما عجبوش الحال غيبتسم في وجهك ويقول لك مرحبا. بالنسبه لسفيان الهدف ديالو في هذه الحياه هو يحافظ على ديك الصوره ديال ولد الناس، الرجوله، انسان محترم، الله يعمرها دار، ويقدر يقدم تضحيات ولو يكونوا ماشي في الصالح ديالو، غير باش ما يسمع ديك الهضره ديال ما صدقتيش، انت انسان اناني ماشي راجل. وهنا غنسولو السؤال، واش الناس كيشوفوا السي سفيان بنفس النظره اللي كيشوف بها هو راسو؟ خصك السي سفيان تعرف واحد المساله، الناس اللي غيقدروا الطيبوبه ديالك قلال بزاف، نقدروا نقولوا نادرين. اغلب الناس اليوم استغلاليين، ما كيامنوش لا باخلاق ولا بمبادئ، وإلا تلاقوا بشي انسان بحال السي سفيان غيعتبروه فريسه وغيزطموا عليه. هادشي اللي تيخلي سفيان مسكين ديما مكتئب، ما كيجيش الناس، وكيبقى يسول راسو علاش الناس ما كتبادلنيش بنفس الاحترام، علاش الناس ما كتقدرش الطيبوبه ديالي، وعلاش. هادشي علاش ان شاء الله ما غاديش تبقى داك الانسان اللي ظريف بزاف اكثر من القياس. وهادشي ما كيعنيش انك غادي تولي انسان وقح وانسان ميكروب، بالعكس غتبقى انسان متوازن، انسان كيجمع بين الاخلاق والتربيه اللي هي الهويه ديالك والمعدن الاصيل ديالك، وبين التقصديره. وبالمناسبه التقصديره فيها جوج انواع اللي غادي نعرفوهم من بعد. في هذه الحلقه غادي نعطيوك المقدار العبار ديال التوابل اللي غيخليوك تتحكم في الطيبوبه ديالك، وغادي تتعلم تضبط الميزان ديال الظرافات والتقصديره. ومن اليوم ما غيقدرش حتى ميكروب من هاد المكارب يديرك في كرشو ويستغل الظرافه ديالك. قبل ما نبداو، الا كيعجبوك بحال هاد المواضيع وبغيتي تدعمنا، اشترك في القناه وحط لينا واحد لايك، شي تعليق بسيط، وبهاد الطريقه راك تتشجعنا بزاف نزيدو نعطيو اكثر ونبدعو. ودابا نبداو على بركه الله. دابا جا الوقت اللي خصك ترد البال مزيان. تخيل معايا انت هاد الايام كتمر من شي ظروف ماديه مزيره شويه، عندك شي بركه اللي ما كافياش بزاف، يعني ما تقدرش تسلف شي واحد هاد الايام. شي واحد من الناس اللي كتعرفهم صيفط لك في واتساب قال لك السلام عليكم لاباس، واش ما لقاش عندك شي 1000 درهم وقف عليها دابا ضروري. دابا حاول تحط راسك في هاد الوضعيه وجاوبوا في خاطرك. ودابا سمع الرد ديال 3 ديال الناس. الشخص الاول: شحال 1000 درهم لقيتها انا خوتي اللي خوتي عمرهم طلبوا مني هاد الطلب، وسير الله يعاون. الشخص الثاني اللي هو سفيان: اهلا كي داير لاباس عليك؟ وصراحه حتى انا مزير شي شويه، ولكن ندي باني خويا. عندي غير 500 درهم هي اللي كاينه، مزيانه، نتمنى تقضي لك الغرض، صافي انا غنصيفطها لك. الشخص الثالث: وعليكم السلام. الصراحه كون كانت في المستطاع مرحبا، ولكن حتى انا مزير. وهنايا كيبان الفرق بين التقصديره الوقحه والتقصديره الراقيه. التقصديره الوقحه كيكون الانسان فيها عنده مشكل في التواصل، كيكون انسان وقح، كيتصنع ان شخصيته قويه، كيكون الانسان عدواني ومندفع ومخرج عينيه. اجي نشوفوا التقصديره الراقيه. التقصديره الراقيه كيف ما كتشوف فيها واحد الرزانه في التواصل، واحد الاداب سيدي، هدوء، ثبات، طريقه باش رفض، كاين رفض ولكن بذكاء، مواجهه، ما تخسرش الخاطر. وهنايا كتكون شخصيه قويه طبيعيه بدون تصنع. وكيقول لنا نجيب محفوظ: إحدى مصائب العالم أن قليل الأدب يعتقد أن شخصيته قوية. تخرج العينين والوقاحة
عمرها كانت معيار لقوة الشخصية. الهدوء، الصواب والثبات في الرفض كيعطي واحد القوة رهيبة ومخيفة. عموما الناس كتخاف من شي حاجة سميتها الرفض. فاش كترفض شي طلب وانت مبتسم وهادئ، ما تصورش الهيبة والتأثير اللي كتعطيك. وبهذه الطريقة كتكتسب واحد المهارة كتسمى أنتي استغلال، مضاد للاستغلال. كتعطي الأولوية لراسك بدون ما تجرح حتى واحد، بدون ما تفوه بكلمة ديال العيب. الحاجة اللي كتضرك ما كتقبلهاش، كترفض وانت مرتاح وما كتبررش. وبهذه الطريقة كتحافظ على البطارية النفسية ديالك وكتخليها مشارجية، كتحمي راسك من الاكتئاب والأمراض النفسية. واللي تقلق ديك الساعات الله يعاونه، وما غيهمكش حتى واحد يتقلق يعاودها لراسو. القانون 2، الغضب دواؤك. واحد الحاجة خصك تديرها في راسك وتآمن بها، ماشي عيب يشوفوك الناس معصب. الغضب هو واحد ردة فعل عادية وفطرية فينا، كتخرج بعفوية فاش شي واحد كيحاول يزحف على الحق ديالنا. وانت فاش كتعصب وما كتبينهاش، عرفتي شنو كدير؟ كتكبت واحد الشعور طبيعي بشري، كتدفنو لداخل وكتخليه كيبدا ياكل فيك، كياكل كياكل كياكل. انت راك كتاكل العصا من الداخل، ولكن كتبين صورة انك موافق وفرحان. وهذا الشيء هو اللي كيسبب الارهاق النفسي والاكتئاب. كيقول المثال: اذا كنت قاسيا احبك العشرات، واذا كنت طيبا جرحك الالاف. فاش كتبين الغضب ديالك كترتاح، كتخوي كاع داكشي اللي مديرونجيك. فاش كتكون شي حاجه ضرنا في الكرش ديالنا كتكون كتحس بغيتي تقيا، حاشاكم. فاش كتقيا كتحس براسك ارتاحيتي، صافي مشى داكشي. سيدي، الغضب كيبين انك عندك حدود، حتى واحد ما خصوش يفوتهم، والناس غتضرب ليك 1000 حساب وتحترمك، حتى واحد ما غيقدرش يزحف ليك على الحقوق ديالك. القانون 3، نفسك ثم نفسك. كلنا كنتفقوا ان العطاء والكرم هو واحد الخلق زوين بزاف، خلق نبيل. ولكن ملي كنبداو نعطيو اكثر من داكشي اللي كناخدو، تما كيكون مشكل وكيوقع واحد الخلل في التوازن. شي كاس خاوي ما يمكنلكش تخوي منه الماء، وما يمكنلكش تصرف اكثر من ما كتاخد، والا غيشدك الافلاس. فاش كتحس براسك مسؤول على المشاعر ديال الناس، هادشي كيعني انك مازال ما تقربتيش من راسك مزيان وما كتحبش ذاتك. عرفتي نهار تولي تقرب من راسك وتشوف الاحتياجات ديالك، تشوف شنو خصك وشنو ضرك، وتجلس مزيان مع راسك وتصاحب مع ذاتك وتحب راسك، كون اكيد انك غتوعى واحد الفكرة مهمة: انت ما تخلقتيش باش ترضي الناس. من الاخر والله العظيم ثق بيا، غدير واحد القفزة كبيرة في الحياة ديالك. حياتك غتبدل 180 درجة سبحان الله. بدون مجهود الشخصية ديالك غتولي قوية بعفوية، وغيبدا يتدفق عليك الاحترام ديال الناس.